جامعة واسط وبالتعاون مع هيئة استثمار المحافظة ندوة علمية لتفعيل واقع الاستثمار وإحياء دور القطاع الخاص. بحث أهم الآفاق الاستثمارية وتطوير مداياتها ودراسة أهمية النهوض بواقع القطاع الخاص باعتباره شريكا حيويا في عملية بناء التنمية الاقتصادية للبلد، كان الهدف من عقد الندوة العلمية التي أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة واسط بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار، ندوة شهدت حضورا لباحثين وأكاديميين ومختصين بالجانب الاقتصادي. إقامة مثل هذه الندوات من شأنه أن يلقي الضوء على الفرص الاستثمارية في المحافظة، وكذلك مناقشة وتذليل الصعاب والنقاط القومية التي تقف حائلا أمام تطبيق مثل هكذا المشاريع الاستثمارية. لذلك نهدف اليوم إن شاء الله ونأمل من هذه الندوة أن توفر على أقل تقدير القاعدة الثقافية لدى أبناء محافظة واسط. نعمل الهيئة بالتعاون مع المؤسسات المهنية، غرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال، من خلال تبادل الأفكار والآراء والاستفادة من علاقات هذه المنظمات بالمنظمات الدولية للترويج للاستثمار والسعي إلى جذب الشركات الأجنبية لداخل المحافظة. أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإحياء بوادر الاستثمار خلال هذه الفترة وما أجمع عليه المختصون، وذلك للتوفر الأرضية المناسبة في محافظة واسط التي تمتاز ببيئة استثمارية جاذبة بوجود أراضٍ زراعية خصبة وتوفر الموارد المائية، كما أنها من المحافظات النفطية تحظى بموقع جغرافي واستقرار أمني ووجود الأيدي العاملة فيها. واسط الآن هي منطقة تجذب المستثمرين. احنا كل اللي طرحه الأساتذة هو كلام حقيقي ومنطقي ممكن انه يؤدي الى تفعيل الاستثمار. عندنا الكثير من الخريجين والايادي العاملة الآن، إذا قدرنا إنه نفعل الاستثمار راح نحصل ونقضي على البطالة ونشغل أكبر أعداد ممكنة بهذه المشاريع، وبالتالي هناك راح تكون إيرادات. جمع كل المؤسسات المالية والاقتصادية في واسط من أجل دعم هذا القطاع، باعتبار واسط تعتبر من المحافظات الغنية بالمواد من خلال النفط وما شابه ذلك. محاور استراتيجية عدة نوقشت في هذه الندوة تناولت تبادل الأفكار والرؤى التي رسمت الخطوط العريضة لتفعيل بوادر الاستثمار الحقيقية وأهمية تنشيط دور القطاع الخاص في المحافظة. ميثاق الزرايجي، العراقية نيوز، الكوت.